بص انا اقول لك الزتونه ماشي. انا مقتنع اي كتاب مانجمنت هتجيبه في الدنيا هتلاقيه متلخص في 4 وظائف بتوع المدير: بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، كنترول. التخطيط، التنظيم، القياده، التقويم والمتابعه. البلاننج احنا شرحناها قبل كده بتاعت الBBB والبلان، ووضحنا ان انا عمري ما هوصل بروفيشنال بلان من غير ايه؟ ورقه وقلم. فانا لازم ابقى مدرك ان البلان دي مش لسه ما حصلتش، انا بفكر وبتخيل ان انا عايز اعمل كذا. انا راجل مثلا عندي شركه بقول انا عايز ابيع في شهر 7 الجاي ب 100,000 جنيه، فده استيميتد، ده كلام انا بكتبه بقول خلاص انا هوزع على كل موظف ومندوب عندي يبيع ب 20,000 الخمسه، فكل واحد فيهم يجيب ال 100,000. البلاننج دي محتاجه تنظيم، كل موظف بينزل في منطقته بتكلم معاه وبحطه في الهيكل بتاعه، وكل مندوب في المنطقه بتاعته، ده اسمه اورجنايزنج. يبقى انا رتبت الناس بتاعتي، يبقى انا بعمل بلاننج. البلاننج لا ينفصل عن الاورجنايزنج. لو انا مش عامل بلان او لو عامل بلان ضعيف هيسمع معايا فين؟ في الاورجنايزنج، وهيخليه في مشكله. الاورجنايزنج كشركات ككيانات كبيره احنا عندنا حاجه اسمها اورجانيك وعندنا حاجه اسمها ميكانيستيك. الشكل العشوائي، الشكل الخليه الطري، والشكل المنظم. عشان بس نطمن يعني مفيش شركه في يوم وليله بتوصل للميكانيستيك اللي هي كل حاجه ماشيه زي المكن والناس ماشيه مره واحده. لا، الموضوع بياخد فيه شكل عشوائيه شويه ثم بيتنقل لمرحله الميكانيزم. في نقطه مهمه قوي هنا، نقطه الفورماليزيشن. الجمله دي مهمه جدا جدا جدا. الفورماليزيشن دي هي درجه التوثيق، الورقه والقلم، الكتابه داخل الشركه. كل ما الشركه بتسجل وبتكتب شكلها وهي بتتحول من الشكل العشوائي للشكل المنظم، او من دكانه الحاج محمد للشكل البروفيشنال، او ان هو مطول في وضع البروفيشنال وضع الحاج محمد، بيبان من خلال ايه؟ من خلال الاورجنايزنج. انا كراجل خلاص خططت ونظمت، محتاج ايه؟ ليدنج، محتاج اقود الناس بتاعتي كويس. فلازم اكون عندي قدره ان انا احل مشاكلهم، ان انا احفزهم، ان انا اعاقبهم. انا مش لازم ادني على طول تحفيز تحفيز تحفيز، دي مش حقيقه. لا، لازم يبقى عندي قدره ان انا محدش يلوي دراعي ومحدش يوقف الشغل ومحدش يحس ان هو اللي مسيطر، ونموذج الشخص الهيرو اللي موجود ده محتاج ليدنج. الليدرشيب يقدر يشتغل بشكل قيادي قلبه ميت، ما يفرقش معاه ان حد يلوي دراعه في الشغل او واحد من غيره انت ما تعرفش تشتغل. لكن في الاصل كل ما هتعامل الناس كويس، الناس كويسه طبعا، ان في ناس لايمه مش هيفرق معاهم الكلام ده، كل ما تعملهم كويس طول ما انت هتبقى ماشي كويس. طيب الوظيفه الرابعه ودي الاهم اللي معظم الناس بتوع اداره الاعمال بيفتقدوها او ما مش مهتمين بيها بسبب ايه؟ هنعرف السبب ايه دلوقتي. اسمها الكنترولينج، بسبب الورقه والقلم. الكنترول ده انا في البلاننج كنت بقول انا عايز اعمل 1 2 3 4، طيب والدي تو دي ورك خدني وممكن من العمل اليومي ياخدني. مين اللي هيقول لي ان انا كنت قايله حصل ولا ما حصلش؟ احنا من غير ورقه وقلم، من غير ميتنج، بيبقى كلام بيني وبينك، بننسى اصلا احنا اتفقنا على ايه. الكنترولينج ده هو اللي بيقول لي الاكتشوال بقى، الواقع اللي حصل، ان انت كنت حاطط استيميتد وكلام رقمي متوقع ان يحصل لشركتك زياده في مبيعات 20%، ان انت تخلي العملاء راضيين عنك بوضع كذا وكذا، بيبان عندك في الكنترول. الفرق بينهم وبين بعض هو ده ايه؟ الKPI، هو ده البرفورمانس بتاعك. انا كنت عامل حسابي ان انا اجيب 10 جبت 6، اللي انا كنت بتمناه 10 واللي حصل 6، الفرق بينهم كام؟ 4. هو ده الKPI بتاعي، هو ده اللي انا بقيس عليه مشاكلي. عشان كده بعمل حاجه اسمها ايه؟ ادجاست، وتعديل وتوجيه. انا بس عايز اكد للناس حاجه، ان فقد الورقه والقلم هيخلي الاربعه دول ايه؟ مش موجودين خالص ومش مربوطين ببعض. فاحنا لو تخيلنا ان البلاننج هيبدا صح وينزل معايا اورجنايزنج، ينزل معايا ليدنج، وليدنج يجيب لي كنترول، انت لغيت ده كله لو ما استخدمتش ورقه وقلم وخليت الموضوع كله فلات. ما عندكش هيكل اداري، ما عندكش ناس شغاله، ما عندكش مديرين، ما عندكش موظفين. حتى لو واقف في محل لوحدك، لو انت فاتح محل موبايلات لوحدك، لازم يكون معاك ورقه وقلم. لازم تقول انا عايز اعمل كذا وهيحصل معايا كذا. الفرق بينهم من بعض هو اللي هيبين لك الKPI. هم دول الاربع وظائف اللي اي واحد رائد اعمال من اول شركه فيها 100 مليون لغايه واحد فاتح سوبر ماركت صغير، هو ده اللي لازم يبقى بيدير عليه، استخدامه للورقه والقلم وتنظيمه للناس وقدرته على انه ازاي يعمل لهم ليدنج، وازاي يقارن بين شهر يناير السنه دي والسنه اللي فاتت، شهر يناير السنه دي والسنه اللي قبلها، رمضان، المواسم، الاعياد. لازم ده يكون كله موجود في ورقه وقلم، من خلالهم يعرف يقيم مستواه، هل بيعلى هل بيقل. هو ده اللي هيبان عنده. لذلك الاربعه دول هم دول بتوع المديرين، مفيش غيرهم.